كان معظم مديريني انا على حظي سيء يعني، معظمهم مش كلهم، عايزك اللي هو ايه تتباهى بان انت سهرت امبارح في الصبه فقعدت 12 ساعه و15. انا ما كنتش كده يعني، انا كان في الاخر انا ليا حياه انا مهتم بيها جدا زي الهندسه. فانت ليك عندي 8 ساعات هديك اوفر تايم، اي نعم مش هتديني اوفر تايم هقعدهم، بس القعده بلا مبرر دي انا ما بحبهاش. هي فكرة في شركات كتيرة بتقتنع بفكرة اللي هو طالما احنا قاعدين انت عبد. وسهرانين اه انت عبد. فالموضوع انت كده وتيجي شغال. تكلمه يقول لك احنا مش جبنا لك عشاء. في ايه؟ مش عشاناك، انت عايز ايه؟ عارف بيعاملك معامله السلحفه. اقعد. مش كلت. اشتغلت في الاول مدني عادي في مصر 2-3 كده، وبعد كده رحت الكويت. اشتغلت في الاول حاصر كميات. ما كانوش مقتنعين بيا كمهندس. خد. والله كان مديري رخم قوي، كان بيخليني اعد الش- كان عادي بيخليني اعد عارف انت لما تيجي لك اللوحه بتاعت المعماري اه فتلاقي في الحمام في البتاع اللي هي الحامل بتاع ورق التويلت، اي كان يقول لي بقى العماره فيها كام حامل. ما كنتش بعد، كنت بضرب رقم. مش عاجبك عد ورايا. انا شايفهم 73. كنتش بعد بجد، كان طب يقول تدي له لي. رقم سبيسيفيك كنت برمي بقى كان قرفان منه قوي يعني، انا متخرج من هندسه وبتاع عشان اعدلك الحوامل بتاعت ورق. يا عم هات 200 واللي فيه تبيعه انا هشتريه. رخم قوي، كان مدير رخم قوي يا ساتر.